ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا كامل بصحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد، جيتكم بوصفه جديده بالنسبه للي ما تنجح لهمش البيتزا. نقول لهم تبعوا هذا الفيديو حتى للاخير ان شاء الله باذن الله تنجحوا فيها، وخلوا لي رايكم في التعليقات. المرحله الاولى نبداو بلاصوص اللي هي سهله، يعني جبت لكم طريقه سهله التحضير، ما تجيش كامل اليد. طماطيس هنا قطعتها، قلت لها هذيك الزريعه تاعها وقلت لها القشره، ودرت معاها فصوص تاع الثوم، طحنتها في الاشوار هكا خضراء. ومن بعد عاودت رديتها في المقله، درت لها شويه فلفل كحل، شويه تاع الملح. واللي ولادها يبغوا الزعتر دير الزعتر، اللي ما يبغوش ولادها الزعتر ما ديروش. درت نص كاس تاع الماء، حطيتها فوق النار قليله، وزدت لها شويه طماطيس مصبره باش تعطيها هذيك الحموريه. بعد ما طابت خليتها بجيه. درك هنايا نمروا الطريقه تاع التحضير تاع العجينه. هنايا درت كاس تاع الماء دافي، مغرف تاع خميره الخبز ممسوحه، درت مغرف تاع السكر، نخلط مليح بالفوي، ودرت بياض بيضه، زدت ربع الكاس تاع الزيت، شويه تاع الملح، ملحت العجين تاعي. درك نجيب الفرينه، نبدا نغربل ونطم في العجينه، ولكن تخلوها شويه طريه تتلاصق في اليد. وزدت زوج مغارف تاع اللحظه. اللي عندها الحليب دير الحليب دافي في بلاصه الماء، واللي ما عندهاش الحليب دير كيما درت انا، دير كاس ماء دافي وزوج مغارف تاع لحظه. نطم العجينه مليح كيما قلت لكم، ونخليها طريه تتلاصق في اليد. لازم نتاكدوا بلي كامل هذوك لي غيمو ما يبقاوش كيما راكم تشوفوا. ما بغيتش نسرع عليكم الفيديو باش تشوفوا كامل الطريقه تاع التحضير. نطم العجينه يعني مليح، نزيد الفرينه غير بشويه بشويه. لازم تتاكدوا باللي العجينه ما بقاوش فيها حتى حبيبات، لازم تمعصوها مليح بيديكم. وهنا جبت حوالي مغرف تاع زبده، غادي ندخلها في العجينه بعد ما كملتها في الاخير، وندلكوها شويه. فيلميتها وخليتها، ودرك بعد ما خمرت جبت الحلال، راني نحل في العجينه، خاطرش العجينه فيها الخميره، لازم تحلوها شويه رقيقه باش ما تجيكمش غليظه من بعد في الفرن، خاطرش راح تزيد تنتفخ. هنا هذه لاصوص كيما راكم تشوفون، نفرشها كامل على السطح. وهذاك صفار البيض اللي بقى راني ندير فيه مع الاطراف باش تعطينا اللون ذهبي. دونك نرابي الفرماج، ودرت الفور يسخن على 180 درجه. لازم يكون الفور سخون بزاف. ندير حبه تاع الزيتون من الفوق. هنا هاي ليك بعد ما طابت، شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. درك نحل يعني نقسمها على 4.
تشوفوا لي الفرماج كيفاش يتكسل. درك ما نقولكم مع السلامه.